الأولمبي الباجي العائد في الجولة الفارطة من العاصمة بانتصار ثمين واجه اليوم فريق من الحجم الثقيل. نرضاو كان بالنتيجة الباهية، وهذا مقطع باجي عودتنا للسنين تعداو، يعني عدينا بيرفورمانس يعني باهية برشا. ان شاء الله ربي معنا اليوم، ان شاء الله مربوح. بقدرة ربي اليوم 3 بوان في الجيب، وبقدرة ربي مضمون برغم الظروف وكل شيء، ما باش يجيبوه ترح اليوم. النادي الافريقي المتشبث بلعب الادوار الاولى في البطوله على بعد 3 نقاط من صاحب الطليعه، منقوص من خدمات الشريمي والمسماري، كان يعرف اللي تنقله الباجة غير مضمون فنيا. نعرفوا مقابله صعيبه وكل شيء، ان شاء الله اليوم تصير معناها نتعداو النتائج السلبيه اللي صارت على ميداننا. هذا كان واضح منذ بدايه المباراه، محاوله اولى من العوجي، تسديده بعيده على المرمى، الافريقي يجيب كره من سيدو خان، يتقدم يسدد، محاوله تنتهي في الركنيه. فرصه بفرصه الامور كانت واضحه، كل فريق كان يبحث على هز الشباك منذ الدقائق الاولى، وهذاك علاش طالت فتره الحذر مع اسبقيه هجوميه الافريقي مقابل هجومات معاكسه كان يقوم بها الاولمبي الباجي من حين لاخر. الافريقي كان قريب من التهديف بعد توزيعه من آية مالك، معتز الزمزمي يسدد بالراس، الحارس شاهين السماوي كان متفطن. مره اخرى الافريقي هاجم، آية مالك يمد كره للزعلوني، المتابعه من الخضراوي، فرصه تجيب ركنيه للافريقي، ركنيه تتلعب من اليمين، كره توصل لصادق محمود، تدي كره تمهيد داخل منطقه الجزاء صادق محمود، والهدف الاول 1-0 للنادي الافريقي في 38 دقيقه. الاولمبي الباجي يحاول العوده في النتيجه قبل نهايه الشوط الاول، كره ثابته ترجع لبهاء الشارني اللي يسدد ويخطئ الشباك. النادي الافريقي يدخل الشوط الثاني بقوه، 4 دقائق علي يوسف يمهد الفراس شوات يغالط الحارس، والحكم يرفض الهدف بداعي التسلل. الافريقي يضغط من جديد، بلال آية مالك يضيع فرصة إضافة هدف ثاني. الأولمبي الباجي يجيب بسرعة، هيثم بن مبارك يسدد كرة محاذية للمرمى. فوزي البنزرتي وحافظ القيتوني بحثوا على تغيير نسق المباراة بتغيير بعض اللاعبين، ومخالفة نفذها محمد الهادي الحدوشي محاذية للشباك الأفريقي. الإجابة تأتي من آية مالك اللي توغل يمهد الشوات، والدفاع كان متفطن يتدخل في الوقت المناسب. ثم هجوم معاكس للأولمبي الباجي، عبيد المالكي يسدد، كرة مرت بجانب المرمى. آخر فرصة في اللقاء كانت الفراس شوات، كرة تصدى لها الحارس بصعوبة، يمنع الأفريقي من إضافة هدف آخر، لكنه ما منعوش من العودة للعاصمة بانتصار ثمين. أهم حاجة في المباراة تاع اليوم هو أن نروحوا بلي 3 بوان، نعرفوا اللي مباراة ماهيش باش تكون سهلة وترجمت على الميدان، نعرفوا علاش احنا معناتها بصراحة تحضيرنا المباراة كان يمكن أصعب أسبوع تعدينا به، مع الإصابات، مع العودة نتاع ليزانترناسيونو كسوا فراس ولا صادق ولا علي يوسف، عندنا شكون ما نجمش حتى باش يرجع، معناتها حاولنا انه نلقاو اكور ونحاولوا نحضروا مباراه اللاعبين من الناحيه النفسيه تكون في احسن الظروف. وقفنا بالباهي، جاتنا لي زوبورتينيتي دوكازيون، كنا نجموا نخرجوا على الاقل بنقطه. انا نقول من المقابله، ما نحكيش على الحيثيات اللي صارت في المقابله وطريقه التصرف في المقابله من طرف الحكم، لكن نعرفوا حقيقه الامكانيات نتاعنا، نعرفوا الظروف اللي نمروا بها في الفتره هذه. نتصور 11 نقطه صحيح ماهيش كافيه، لكن معقوله في الظروف اللي نعيشوا فيها. الهزيمة الخامسة للأولمبي الباجي في 8 مباريات لعبها على ميدانه. في المقابل النادي الإفريقي هو أفضل فريق يحقق النقاط في البطولة خارج ميدانه، 19 نقطة في 8 مقابلات. النادي الإفريقي يعني أفضل فريق يلعب خارج ميدانه في ال 15 جولة الأولى. سينيزار، مباراة وانتصار صعيب للنادي الإفريقي من ميدان صعيب ضد الأولمبي الباجي اللي يحب ويفركس يوصيني في النتائج الإيجابية. نتيجة إيجابية للنادي الإفريقي، معناتها خذات 3 نقاط نتاعو، هذيك هو الأهم. المباراة تو يحللها بالقداسي خونا سمير، نقول لك بصراحة ابار لي 3 بوان ما ثماش حاجة كبيرة ياسر، كسوا من الماجا ولا كسوا من النادي الإفريقي. وقت ترجع أنت من تراف كي هكا وش ثم جولات وديجا عرج عليها المساعد المدرب عثمان نجار، نجار، معناتها
جوارات، ثم جماعه في ليكيب ناسيونال، ثم جماعه خرجوا الاترونجي لعبوا، معناتها اوتوماتيكمون الجمعه كامله ما حضروش. ثم الشريمي قعد مع المنتخب الليبي. دونك اوتوماتيكمون ماهيش معناتها الجمعه كانت صعيبه ياسر، مش كان على النادي الافريقي في الشامبيون كامله، معناتها تحس الجوارات مش حاضرين، وهذاك علاش ترسيم الاهداف ناقص. ولكن اهم حاجه في المباراه هذه تقطعات كبيره ياسر، ما شفناش كوره تتلعب كما ينبغي، ما ثماش 3 4 باس صحاح، الناس كل حاولوا بقدر الاستطاعه يلعبوا ديما طويل. وهنا تو سمير يزيد يتكلم فيها، معناتها الاشكاليه الملعب كان مع احسن ما راه، معناتها التران تنجم تكور فيه، ولكن مالغري سا ما حطوش كره في الارض. النقطه الايجابيه في المباراه هو الهدف. الهدف كان من احسن الاهداف اللي شفناهم، معناتها شوط، معناتها تير دو لوان، معناتها سجل بها هدف. ولكن اهم نقطه اللي خرجنا بها في المباراه هي في النادي الافريقي انتصر 3 خذا ب3 نقاط، ولكن الهزائم وراء بعضها في الاولمبي بيجي تقعد نقطه استفهام. يلزم الاولمبي بيجي يراجع نفسه، وبالاخص في الناحيه الدفاعيه راهو برشا ثغرات بالاخص على الاطراف. بعد شويه نشاهدوا حوار مع رئيس الاولمبي البيجي. كما تعرفوا الاولمبي البيجي بهيئه تسييريه، وكانت فما دعوه لجلسه عامه، وفما حتى قائمه تقدمت لرئاسه الفريق. تو شويه اخر نحكيو في الموضوع بعد ما نكمل معاك سمير المباراه. النادي الافريقي مشى بمنطقه ومقوله الغايه تبرر الوسيله. ما ننساوش انه الماتش هذا الاخرين بعد 3 شهرين، واللي يكمل بانتصار يكمل في مورال ممتاز برشا، ويحضر ما بقي من الموسم في ظروف تكون طيبه وممتازه. ترتيب النادي الافريقي الحالي بالانتصار 3 نقاط خلاه في الواجهه في المقدمه. هذاك علاش قلت لك صحيح معك انه المردود ما كانش كبير ياسر، المستوى من زوج فرق ما كانش كبير ياسر، ولكن الغايه كما قلت تبرر الوسيله، و3 نقاط هما الاهم. لكن رغم هذا فما بوادر ايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي، وخاصه بالنسبه للاولمبي الباجي رغم الهزيمه. اخترت بعض اللقطات نشوفوا طريقه لعب النادي الافريقي خاصه في الشوط الاول، وطريقه تعامل الاولمبي الباجي على المستوى خاصه الدفاعي، وخاصه على مستوى تمركز اللاعبين. الاولمبي الباجي اختار ان يلعب بطريقه دفاعيه تقريبا 5 مدافعين، لانه يعرف قوه النادي الافريقي على المستوى الهجومي، يعرف المسانده نتاع النادي الافريقي على مستوى الاظهره. لو نمشيو للقطه الاولى، دخول سيدو خان في الميليو تيران وتمركز سيدو خان في الميليو تيران اعطى اضافه نوعيه، وعمليه الربط بين الوسط وخاصه الهجوم والمسانده نتاع سيدو خان على المستوى الهجومي لقيناها موجوده خاصه في الشوط الاولاني. لو نمشيو للقطه الاولى باش نلخصوا تقريبا كيفيه تعامل النادي الافريقي مع الشوط الاول، وكيفيه قراءه فوزي بن زرتي على مستوى تمركز اللاعبين، وخاصة التعامل مع بلوك ديفونسيف نتاع الأولمبي الباجي اللي كان مسكر تقريبا وكان موجود. اللقطة الأولى ناخذ اللقطة الأولى في الإكران اللي بحث سمير. اللقطة الأولى لو كان نشوفوها في الإكران الأخرى ما فما حتى مشكلة، حتى لين تتوفر هنا النادي الإفريقي في حالة الهجوم. تقريبا شوفوا طريقة دفاع الأولمبي الباجي، كثافة عددية، ولكن المساحات بين حامل الكرة وبين مدافع الأولمبي الباجي كانت بعيدة، خلاو النادي الأفريقي يلعب نوعا ما براحة. شوفوا الاسباس الكبير في الميليو تيران، كثافة عددية في الدفاع، ولكن لهنا كان النادي الأفريقي حر. شوفوا هنا السهيري، شوفوا هنا معتز، شوفوا هنا علي يوسف، شوفوا هنا خضراوي والزعلوني، كلهم تقريبا في اماكن. شوفوا غاديك 2-1 بين آية مالك وبين صادق محمود، 2-1 في المنطقه هذيك. يعني فما كثافه عدديه بالنسبه للاولمبي الباجي، لكن التمركز نوعا ما كان يمكن يتصلح. النادي الافريقي في مناطق الاولمبي الباجي يلعب تقريبا مرتاح، هنا متاخر نوعا ما، كذلك يحبوا يعملوا طريقه الضغط ولكن متاخرين هنا كيف متاخر. شوف ال1 2
وتكلمنا على عمل سيدو خان بالنسبة لواحد اثنين وخلق المساحة والتفوق العددي. 9 لاعبين من الأولمبي البيجي متواجدين في المنطقة، لكن التروشيك متاع التمركز شوفوا عدد اللاعبين، يدخل سيدو خان يتقدم ويسدد. أوروزمون بالنسبة للأولمبي البيجي الكرة خرجت في الركنية. اللقطة الثانية تقريبا عمل وتفكير فوزي البنزرتي على مستوى الأظهرة. الريكوبيراسيون نشوفوا لهنا زعلوني اريير دروا يرجع بالكرة من غاديك السهيري اريير جوش ليبر. شوف المساحة اللي كانت موجودة والكثافة العددية نتاع لاعبية الأولمبي البيجي تقريبا متواجدين في المنطقة، ولكن تمركزهم فيه ما يتصلح. شوفوا الكرة لهنا السهيلي كان ليبر وحده ياخذ الكرة. شوفوا هنا الزعلوني يدخل الميلتيران، السهيلي الأظهر هنا نتاع النادي الافريقي تختم يدخل دون لاكس يتعدى يمشي يعمل التفوق العددي. ما فماش الحلول، تعاود الكرة تخرج. شوفوا لهنا الزعلوني كي راه انه فما مساحة يمكن استغلالها ما جاش خذا الكرة من هنا، لكن خذا ليسباس ومشى تقدم. 10 لاعبين من الأولمبي البيجي في المنطقة ولكن ما همش قادرين انهم. ثم لهنا السهيلي شوفوا وين موجود كمهاجم، الزعلوني لاريير دروا كمهاجم، سيدو خان الخضراوي آية مالك مع شوات. طريقة هجومية بامتياز بالنسبة للأولمبي. كان التفوق العددي للأولمبي البيجي هنا 4 لاعبين فقط من الأولمبي البيجي إليميني البقية الكل مع 6 لاعبين من النادي الافريقي. الطريقه هذه في الشوط الاولاني تقريبا سيطر النادي الافريقي، ما خلقش برشا فرص ولكن كانت الافضليه للنادي الافريقي. تغيرت الامور في الشوط الثاني والاولمبي البيجي قدم اكثر نوعا ما للهجوم ولا اكثر شراسه على الكره. واللقطه هذه في فرصه الاولمبي البيجي تلخص نوعا ما انه حاول الاولمبي البيجي انه يرجع في السكور، ولكن بالنسبه له هو ما توفقش. الكره لهنا اللي ياخذوا الشراسه بالنسبه للاولمبي البيجي وين متواجدين. هذه هجمه للنادي الافريقي، تمركز ملاعبيه لهنا نتاع الاولمبي البيجي، تتفك الكره تمشي. شوف هنا شراسه والقوم تاع هنا، شوف هنا الاسباس ما عادش موجود. شوف هنا قبيله كان 11 متر موجود في الشوط الاولاني، لا لهنا ولا الاولمبي البيجي اكثر قوي على مستوى الثنائيات، يحاول انه يرجع في الكره ويحاول انه يفك. شوفوا هنا المسانده في الميلوتيران بتغييرات بتاع حافظ القيتوني تغير اداء الاولمبي البيجي. شوفوا هنا الشراسه على مستوى الكره ثم محاوله استغلال المساحات. شوفوا المساحات هنا لوم بسيط على النادي الافريقي، لانه هنا في اللقطه هذه علي يوسف البرة مضروب وبو عبيد مازال ما دخلش، ما تدافعش بالطريقه هذه ولا تمشي للهجوم وتجازف وانت ناقص لاعبي محوري على مستوى الدفاع. وكانت لقطه خطيره بالنسبه للاولمبي البيجي اللي استغل المساحات، كره في العمق وكانت ربما يكون التعادل، لكن الكره مشات لبرا. اجمالا بالنسبه للنادي الافريقي 3 نقاط اهم شيء، ولكن فما معطيات ممتازه برشا النادي الافريقي، منها سيدو خان، منها الاظهر اللي يعاونوا، منها آية مالك الخضراوي اللي يدخلوا على مستوى شوات باش يخليوا المساحات في الاظهر. نقطه اخرى مهمه برشا، النادي الافريقي اليوم في الليبراليتي ربما نوع برشا، ما كانش فما نجاعه كبيره ولكن نوع برشا على مستوى الكرات الثابته. 2 يلعبوا كرة ثابتة تتنوع على المستوى القائم الأول القائم الثاني، والكرة الثانية كان تنوع كبير في الليبراليتي، تطور وتحسن على مستوى النادي الافريقي وكان واقعي. الاولمبي البيجي اعتبر انه من المباريات المحترمة جدا مع دخول بعض اللاعبين يسير في الطريق الصحيح. صحيح اضاع بعض النقاط على الملعب نتاعو، لكن انتظروا الاولمبي البيجي في الرتور باش يكون فريق صعب الميراث كسوة في باجة ولا خارج باجة. اكيد ان شاء الله تتحسن النتائج في الاولمبي البيجي، لكن تحسن النتائج اكيد رهين تحسن الامور الاداريه ولا التسييريه في الفريق اللي قاعد يعيش في عديد الصعوبات الماليه والتسييريه. ونتفهموا نتفرجوا مع سلام بن صالح في الحوار مع رئيس الاولمبي البيجي. وضعية صعيبة برشا عشناها وما نتصورش باش تعاود الوضعية هذيك في مسيرة الأولمبي البيجي. عشنا 4 شهور تو في اللي شفناه تو ما نتصورش يتعاود في الأولمبي البيجي، إن شاء الله ما عادش يتعاود. تعدينا الأزمة الإدارية والحمد لله،
بون كيما كنت تحكي نتائج ما مشاتش معنا في ظل الظروف هذه الكل، سي نورمال ما تمشيش معاك نتائج. وقع رفع الانتداب مؤخر شويه لتعاطي الاجراءات مع الفيفا، والحمد لله توصلنا باش رفعنا الانتداب، اهلنا ملاعبيتنا جدد، لكن هذا ما نلوموا كان رواحنا، يلزمنا برشا تغييرات وبرشا خدمه سواء على المستوى الفني ولا المستوى الاداري. كما تعرف الناس الكل في باجة، انا بيرسونيلمون راني بقيت وحدي. شو معناها وحدي؟ معناها هيئه تسييريه كامله انسحبت. وانت تعرف باش تجيري جمعيه في حجم الاولمبي الباجي وفي تاريخ الاولمبي الباجي مش ساهم باش تنجم وحدك. كيت على المستوى الاداري فما برشا مشاكل اداريه، ونعرفوا انه فما عزوف حتى على الترشح لرئاسه الاولمبي الباجي، لهناك كيفاش باش تتصرفوا انتم كهيئه تسييريه؟ صحيح فما عزوف، لكن كيما انا قدمت قبل فما برشا ناس يحبوا الجمعيه ويحبوا الاولمبيك وغيرتهم على جمعيتهم، يلزمهم وهذا واجبهم باش يتقدموا ويسيروا الجمعيه. كيما كنت نحكي راهو ايد وحدها ما تصفقش، دونك يلزم الناس الكل تلتف على الجمعيه اداريا، خاصه اداريا. ما تنجمش تخدم رئيس وامين مال وكاتب عام بون تخدم في كل شيء، وكيما كنت نحكي لك ما هوش مزيان، هذا واجب. لكن انا براتيكمون تعبت بقيت وحدي تعبت. كابتن رئيس الهيئه التسييريه يقول لك بقيت وحدي تعبت، انا رئيس انا كاتب عام انا مسير كل شيء، ما نجمش وحدي اليد وحدها ما تصفقش، وهذا مش معقول في فريق بعراقه وتاريخ الاولمبي الباجي. عراقه وتاريخ الاولمبي الباجي، ولكن الحاضر نتاعو ليس في حجم هذه العراقه ولا هذا التاريخ. والاسباب عده، من الاسباب الازمه الماليه التي تمر بكل النوادي، وهذا انعكاس على الاحتراف الهمجي اللي احنا بدينا فيه، ما عرفناش فاش نخرجوا منه. ونعرفوا الاحتراف هي حرفه، معناها اللاعب المهنه نتاعو، حتى المسير مهنته، معناها كل شيء بالمقلوب. ما عليناش، ليس هذا الموضوع. ولكن بالنسبه للاولمبي الباجي هو الكلمه الاخرانيه مؤثره، قال لك تعبت قالها من قلبه، معناها خاطر هز الحمل كل شيء باعوا معه بعض الافراد. ولكن جاء وقت اللي الوعود والوعود ما يصير منها حد شيء، في الاخر الناس كلها تبقى. انا عندي نداء معناها، والله شو للسلطات المحليه، انتم عارفين الوضع الحقيقي للاولمبي الباجي، وخاصه الوضع المادي. خاطر اذا الوضع المادي يتحسن فسل الايدي تو تجي، ما تخافش، نعرف باجي الناس كل تجي وتلم الشمل. ولكن كي نشوف انا فريق اللي يمثل، مش هو برك يمثل الولايه، ولكن خلينا نقولوا معناها انا هنا من هذا المنبر نقول السيد الوالي اخي العزيز بكل لطف، فيه فريق يحتضر، فريق كبير وكبير جدا اسمه الاولمبي الباجي. هكا واضح كابتن، اكيد الاولمبي الباجي في حاجه لالتفافه من الناس الكل. يلا يوسف مرحبا بك. بك عايشك، مرحبا بالخير الكل، مشاهدات الحد الرياضي. مرحبا. ناخذ اللقطات الموفيولا. القبله الاولى فيها 4 لقطات. اللقطه الاولى اللي انا وعدت ما عادش نحكي فيه السوجي هذا، ولكن نضال بالطايف يتقام بالواجب في اللقطه هذه كونسيرنون لي كويسار اللي تحت الشورت، معناها الالوان لازم تكون الوان مختلفه على الشورت. هنا طبق القانون، اخرج اللاعب لاصلاح الثوب نتاعو احتراما للماده رقم 4 حسن فعل، لكن يجب على جميع الحكام السير نفس المسار نتاع نضال الطايف، وما تخافش وخلي يتحمل مسؤوليته الكلوب ولا معناتها ليكيب بلوتو، مش يقعد اون ديزيكيليبر في الاتاك ولا ديزيكيليبر في الديفونس، تحمل مسؤوليته اتو مومون. وقت تشوف حاجه غير مطابقه للقانون تخرجوا من التيران باش تحمل مسؤوليته، خاطر فما ماتش راهو نقوموا بالواجب الكل. اللقطه الثانيه نشوفوا اللاعب هنا النادي الافريقي بعد ما اعلن عن مخالفه الحكم يقوم بركل الكره في ارجل اللاعب النجم الاولمبي الباجي في كومبورتمون انتي سبورتيف، سلوك غير رياضي. ولكن هنا نضال الطايف يعني كان عليه انذار صاحب الاشكال اللي تسبب في الاشكال اللي هو لاعب الاجنبي للنادي الافريقي، قبل ان ينذر لاعبي النادي كل لاعب للنادي الافريقي والاولمبي الباجي اللذين يعني تساهم في المواجهه بين اللاعبين بصفه عامه. اللقطه المواليه نشوف هنا ركنيه ولمس يد من لاعب النادي الافريقي. هنا لمس اليد هنا يعتبر نعاودوها في السيري، يعني هنا ثم اليد مبرة
في نطاق الديتونت نتاعو، يعني حركه مبرره للجسم، بالتالي لمس يد طبيعي ولم يكن هناك مخالفه، وبالتالي حسنا فعل انذار طيف بترك الاسبق اللاعب يستمر. وكذلك الفار راجع اللقطه واكد قرار الملعب. اللقطه المواليه هنا تماس النادي الافريقي وسقوط يعني عادي في وضع ايدي عادي من المدافع الاولمبي البلجي، لم يكن وضع مؤثر، وبالتالي حسن فعل كذلك نضال طيف بترك اللعب يستمر. كل هذا كل ما لدينا في المقابله هذه. يعطيك الصحه، شكرا لك يوسف. المباراه الثانيه باش